السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. أنا رجوة من الموجهين التربويين في ماتريكس جروب انترناسيونال، ونكملوا اليوم السلسلة ديالنا الدراسة في إيطاليا، طريق من الفكرة حتى التسجيل الحقيقي. في الحلقة الأولى هضرنا على علاش إيطاليا اختيار ذكي وشنو اللي كيميزها على دول أخرى، واليوم غادي نهضروا على واحد السؤال اللي كيتعاود لينا كل نهار تقريبا: واش نقدر نقرا في إيطاليا؟ واش عندي فرصة ولا لا؟ عندك باك بلس 2 باك بلس 3 ولا قاطع القراية وباغي تعاود تبدا؟ هاد الحلقة غادي نجاوبك بصراحة وبلا وعود كاذبة. أولا، شنو كتقلب عليه الجامعات الإيطالية؟ قبل ما نهضروا على باك ولا باك بلس 2 خاصنا نفهموا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. الجامعات الايطاليه ما كتشوفش غير النقطه، كتشوف المسار ديالك، الاختيار ديالك ديال التخصص، واش عندك مشروع دراسي واضح، واش الاختيار منطقي ولا لا. بمعنى ماشي اللي جاب 18 هو اللي كيتقبل واللي جاب 10 زعما كيتقصى. كاين طلبه بنقط عاديين وتقبلوا حيت الملف ديالهم كان ذكي. بالنسبه للحاله الاولى، الطلبه اللي عندهم باك، الا عندك باك سواء علمي أدبي تقني أو مهني، إيطاليا ممكن تكون فرصة ليك. أشنو ممكن تقرأ؟ الإجازة، تكوينات جامعية، معاهد عليا. شنو اللي مهم؟ يكون عندك باك معترف به، تختار تخصص قريب شوية لداكشي اللي قريتي، وما ديرش قفزة كبيرة بلا منطق. مثال: إلا عندك باك أدبي ممكن دير اللغات، تواصل، سياحة. وإلا كان عندك باك علمي، اقتصاد، إعلاميات، إدارة. النقطة كاين حلول ولكن خاص تخطيط. بالنسبة للحالة الثانية اللي هي باك بلس 2، هذه الفئة هي أكثر فئة عندها فرص. إلا عندك الدوك، البي تي اس، الدي تي اس، الأو اف بي تي، تقدر تكمل ليسونس ولا تعاود ليسونس حسب الملف، أو تدخل المعاهد مهنية قوية. إيطاليا كتفهم أن باك بلس 2 عنده تجربة وغادي يطور في راسه، ولكن خاص التخصص يكون منطقي وما يكونش تبديل جذري بلا تفسير، وهنا كيبان التأطير الصحيح. بالنسبة للحالة الثالثة اللي هي باك بلس 3، إلا عندك الليسونس أو البيشلور تقدر تدفع الماستر أو تخصص تكميلي، ولكن الماستر في إيطاليا كيكون فيه انتقاء أكثر شوية، يعني ماشي كلشي كيتقبل، ولكن إلى الملف مزيان كاين فرص حقيقية. وهنا مهم السيرة الذاتية، رسالة الدافع، والاختيار الذكي للجامعة. شنو الحالات اللي خاصها دراسة أكثر أو خاصة؟ كاين حالات خاصها خدمة أكثر، بحال انقطاع طويل عن الدراسة، تغيير تخصص كبير، ضعف في المستوى اللغوي. ولكن هاد الشيء راه ماشي نهاية الطريق، كاين حلول مرحلية، تكوينات، إعادة توجيه ذكية. المهم ما ديرش خطوة بلا فهم. واش السن كيأثر؟ هذا سؤال مهم. واش كاين حد أقصى للسن؟ الجواب قانونيا لا. علميا خاص يكون الملف منطقي، يعني إلى السن ديالك بين 18 و 25 سنة فعندك فرص مريحة. 26 حتى 30 سنة ممكن مع ملف مزيان. أكثر خاص مشروع دراسي واضح بزاف. السن بوحدو ما كيسدش الباب، ولكن كيحتاج تبرير ذكي. الخلاصة في هذه الحلقة شفنا شكون يقدر يقرا في إيطاليا، فرص باك بلس 2 باك بلس 3، شنو اللي كيقوي الملف ديالك وشنو اللي كيضعفه. الخلاصة الكبيرة: إيطاليا ما كتسدش الباب، ولكن كتطلب منك تكون واعي بالاختيارات ديالك. وفي الحلقة الجاية غادي نهضروا بالتفصيل على أنواع الجامعات والمؤسسات في إيطاليا، وشنو الفرق بيناتهم، وأشنا هي اللي أحسن ليك. إلى عجبك الفيديو ندير لايك، شارك مع الأصدقاء ديالك، تبع السلسلة حتى الأخر. ولا بغيتي نعاونوك في الملف من أول خطوة حتى القبول، ماتريكس جروب انترناسيونال معك خطوة بخطوة. ونشوفكم الحلقة الجاية.